الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرجل من المريخ والمرأة من الزهرة. الفرق السابع: التحفيز. لا شك أن كلنا يحتاج التحفيز، يحتاج من يحفزه إلى الاستيقاظ مبكرا، يحتاج من يحفزه في عمله، يحتاج من يحفزه في دراسته، يحتاج من يحفزه في علاقاته وتحسينها. كل يحتاج. فما هو منظور التحفيز لدى الرجل وما هو منظور التحفيز لدى المرأة؟ المرأة التأكيد والرجل الاحتياج. ماذا يعني ذلك؟ الرجل إذا أراد أن يحفز زوجته في أي مجال، في تربيتها لأولادها، في عباداتها، في حسن علاقاتها مع الأقارب والأهل، فعليك بالتأكيد وتعزيز الصفات السلوكية الإيجابية لدى زوجتك. مثال: وجدت البيت مرتب، تقول ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير يا أم فلان، ما شاء الله على الترتيب وهذا الذوق، أمدحها. هذا التعزيز والتأكيد هو هذا التحفيز الذي تريده. نذكر نقطة في هذا المجال. رجل حضر دورة فسمع عن هذا الأمر، عن التحفيز، وخصوصا مثلا إذا طبخت لك طبخة فامدحها وقل ما شاء الله طعام لذيذ، الله سلمت الأيادي. فأضمرها هذا الرجل في نفسه، فعندما ذهب إلى البيت وقدمت له زوجته ذلك الطعام فأخذ يمدح: ما شاء الله، ما هذا الطعام، وما هذا، ما شاء الله لذيذ وكذا وكذا، وأخذ يكيل الثناء على هذا الطبخ. فنظرت إليه الزوجة قالت: الله يخس إبليسك، هي 7 سنوات ونحن متزوجين عمرك ما مدحت، دحين لما جارتي أرسلت هذا الأكل قاعد تمدح. فإذا لابد أن تكون لميح أيها الرجل. مثال ثاني: شفتها تذاكر لأولادك، فقل ما شاء الله، طب الله يجزيك ولك الأجر إن شاء الله، إذا الأولاد تعلموا سوف يكون لك أجر جاري إلى يوم القيامة. وهكذا. قاعدة أيها الإخوة الكرام: ثناؤك على زوجتك في سلوك إيجابي يكسبك قضيتان مهمتان. أولا استمرارية السلوك الإيجابي، الثاني نمو وزيادة في هذا السلوك الإيجابي. الزوج كيف يحفز؟ الزوج يتم له التحفيز في الغالب وغالب الرجال إذا أشعر وأشعرتيه أن الكل بحاجة إليه، أنك محتاجة إلى رأيه ومشورته، أنك محتاجة إلى عقله وتفكيره وتصرفاته. مثال: وإيش رأيك أبو فلان، هل أعطي هدية لأختي على زواج ابنتها ساعة ولا طقم ذهب؟ والله أنا محتارة. فعندما يختار لك قضية من القضايا يشعر أن المقابل محتاج إلى مشورته ورأيه وعقله، فلا يكون في البيت فقط صراف، لا يودي ولا يجيب، لا يؤخذ رأيه ولا يقضى الأمر في تيم يعني ولا يستشار. إذا أردت أن تحفزي الزوج فاشعريه أنك لا زلت بحاجة إليه وإلى رأيه وإلى كلامه، فهو يحفز لهذا العمل في أي قضايا من القضايا. في قضية السفر، في اختيار المكان اللي تذهبون إليه، في قضية تغيير الأثاث، مصروفات الأثاث، في تقييم مصروفات أي حاجة تريد أن يستمر هذا السلوك الإيجابي عند الزوج، أشعريه بقيمته،
أشعريه بأنك ما زلت بحاجة إليه وإلى رأيه وإلى كلامه. مشورة فقط. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.